رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. بس ناس كتير بتسأل هو اشمعنى مصر وايه التفاصيل دي؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نروح مكان، والمكان ده هيعرفنا اشمعنى مصر ويورينا شوية تفاصيل. والمكان ده بقى هو صباح الخير. فيديو النهارده هيكون مختلف. هروح اكبر مائدة رحمن في التاريخ في المطرية. بس خلينا قبل ما نبدأ نسأل حد من المنظمين كام سؤال كده عن يوم 15 رمضان. أعرف اسمك؟ حسن محمد. اهلا بيك. أهلا وسهلا فندم. بقالكوا قد ايه بتجهزوا اليوم ده؟ ده من أول ما بنخلص السنة اللي فاتت، تمام؟ تاني يوم على طول بنقعد نعمل اجتماعات ونشوف الآراء إيه ونشوف إيه التغييرات اللي عايزين نعملها وإيه الحاجات اللي إحنا مثلا المعوقات اللي كانت عندنا بنبدأ نقترح على حاجات جديدة وبناء عليه بنبدأ نجهز كلنا الآراء مع بعضنا. يعني بقالكوا سنة بتجهزوا يعني؟ بالظبط. ودي سنة كام؟ دي ال10 إن شاء الله. ما شاء الله. يا رب يكمل ان شاء الله. طب بالنسبة للألوان أنا شايف حد لابس برتقالي، حد لابس أبيض، حد لابس أزرق، إيه الفرق؟ الألوان عندنا إحنا كلنا منظمين، تمام؟ اللون بس الأبيض المختلف اللي هو ميديا. اليوم ده بالنسبة لك إيه بقى؟ ده احلى يوم في حياتي. والله طبعا، لان بيجمع الاهل والاصحاب والناس كلها اللي انت بقالك سنين ما شفتهاش بيتجمعوا في اليوم ده. ان شاء الله كل سنة عظيم. يا رب ان شاء الله باذن الله. زي ما سمعتوا كده اهالي عزبة حمادة في المطرية بقالهم 10 سنين بيعملوا افطار وبيجمعوا ناس من كل انحاء مصر، وفي اجانب كمان بيحضروا. لكن على الرغم من كده السنة العاشرة هتكون مختلفة عن أي سنة فاتت، عشان العدد المتوقع إنه يحضر هيكون كبير جدا. بس هم قدها وجاهزين ب 450 منظم من أهالي المطرية متقسمين على 9 شوارع عشان يقدروا يستقبلوا أعداد أكتر من أي سنة فاتت. ده غير بقى إن هم جايبين طن شيش طاووق و700 كيلو محشي و600 كيلو رز بسمتي علشان الأكل يكفي 10,000 شخص، وكل ده بنجيبه من الشخصي. القصة كلها بدأت لما شلة صحاب قرروا إنهم يفطروا مع بعض في الشارع، والجيران بدأوا ينزلوا معاهم وعددهم بدأ يزيد، وبعد 10 سنين بقت أزحم فطار في مصر. تعالوا أوريكم المنظر من فوق بيكون عامل إزاي. بجد المنظر كان وهم، بس هنزل اوريكم الدنيا تحت اكتر. تاني تالت رابع. بجد يا جماعه انا انبسطت قوي ان انا جيت اليوم ده. رمضان مختلف في عزبة حمادة لأن كل حاجة معمولة فيه بحب، بداية من الرسومات المرسومة على كل البيوت لحد الأكل. ده غير الضحك اللي مش بيتفرق وشوشهم على طول. بجد لفتة جميلة جدا من أهالي المطرية إنهم مش ناسين إخواتنا في غزة. رمضان في مصر حاجة تانية. بجد كان يوم جميل جدا، وعايز أشكر كل المنظمين على الذكريات الجميلة اللي عملناها مع بعض. كان نفسي احضر رمضان اللي فات هنا بس كنت مسافر السعودية. يبقوا اتفرجوا على فيديو رمضان في السعودية عشان تشوفوا تجربتي هناك كانت عاملة ازاي. وبس كده فيديو النهاردة خلص. اتأكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واكتبوا في الكومنتات عايزين السفرية الجاية تكون فين. كان معاكم عبد الرحمن فتحي، واستنوني في فيديوهات تانية كتير عن السفر في مصر وبره مصر. سلام.